تعالى نتكلم عن ال AI وبالنسبة لك انت كمدير تصوير، وانا هقول لك برضو بالنسبة لي كمخرج. قول لي وجهة نظرك، شايف الموضوع ازاي؟ زي اي ابديت بيدخل للشغلانه فجاه بيخلينا لو احنا ما واكبناهوش في حاجات ممكن تنقرض وتاثر علينا. يعني احنا حلوة ما واكبناهوش دي مبدأ. كمدير تصوير اللمبات القديمه جدا اللي كنا بنشتغل بيها، او مديرين التصوير الكبار اللي كانوا بيشتغلوا بيها، اللي هو ما كانش فيه غير اللمبات الاتش ام اي واللمبات الكينو فلو ولمبات معينه هي دي اللي بتعمل كل حاجه. لما بدات تنزل ابديتس زي الليد ما بين سكاي بانل وفورزات وحاجات صغيره جدا وبتديك اوبشنز كتيره جدا، في ناس ما اقتنعوش بيها وفضلوا كاولد سكول، لا هو الاتش ام اي وهو السكاي بانل هم دول. طب الناس دي فين دلوقتي؟ ما الناس دي موجوده. موجود يعني ما فرقتش في حاجة. ما نقدرش نتكلم عن دي سياسه دي. يعني فرق، انا قصدي ما فرقتش، ما الناس دي ستيل موجودة. بس على حسب انا من وجهة نظري يعني اكيد اتضروا شويه. اكيد في ناس طلعوا عموما دلوقتي اسرع بكتير من لما الناس دي طلعت. الناس دي ستيل لما هم دلوقتي موجودين وشغالين، هم عشان هم بنوا اسم وبورتفوليو كبير جدا هم دلوقتي شغالين على اساسه. بس هم مفتقدين تكنولوجيا كبيره هم ما اشتغلوش بيها. فكرة ان لمبة بتقعد وقت على ما تجمع وتاخد لونها، ولمبة لو اتطفت لازم نستنى شوية علشان خاطر تهدى وما تطرش. طب ال AI بقى انت هتستخدمه ازاي كمدير تصوير؟ انا اول حاجة بالنسبة لي هو بيفتح لي خيارات كتيرة جدا. ان انا لو في حاجة انا لسه مش عارف انا هعمل ايه، فانا ممكن اخش عليه اديني خيال، قول لي رايك انت الموضوع ممكن يروح لفين. فكره ان ستوري بورد، ان انا مش لازم استنى الاقي المخرج او حد باعت لي ستوري بورد. الموضوع بقى في ثانيه ممكن يتعمل، مش لسه حد هيرسم. واعتقد بالنسبه لك انت مود بورد بقى، هتخش تكتب انا عايز الصوره كولد مش عارف ايه في خارجي في كذا بالظبط، صحراء مش عارف، فوصلت للمود اسرع من ان انت تخش تجيب حاجات من افلام وبتاع. بالظبط. او ان انا ادور على ريفرنس. يعني انا عايز مثلا ريفرنس دلوقتي، حد هيبقى قاعد في جريمة قتل والمود ورم، المود مش عارف عامل ازاي، كأن انا اقول له السكة اللي احنا نشتغل عليها، بدل ما اقعد ادور في ويب سايتس كتيرة لحد ما الاقي حاجة شبه اللي انا عايزها. لا ده في ثانية انا بعدل عليها واقول له لا خليه كذا. طب ايه تاني غير فكرة ان انت تلاقي صور ريفرنس لحاجة او كده، ولا لسه ما وصلش لحتتكم او في شغلكم؟ يعني حاسس لسه، لان هو شغلانته ممكن تشتغل اكتر في وقت التحضير عن وقت التنفيذ. طب هو ممكن يقعدكم في البيت بنسبة قد ايه؟ لا حاسس لا صعب. ممكن يقعد شغلانات تانية يعني غير مدير التصوير، بس مدير التصوير طب مدير التصوير بقى كان ممكن يتحول ان هو بيكتب برومبت. بس ستيل هو مش عارف ينفذ، مفيش تنفيذ. يعني انت بتكتب برومبت للحاجة للابليكيشن او الويب سايت، بتقول له انا عايز شخص بيتمشى مش عارف فين. يعني الموضوع ممكن يتحول، بدل ما احنا بننزل يعني احنا بنحضر عادي جدا للشغلين. اعتقد التحضير مش هيفرق في حاجة، بس هي هتفرق ان انت بدل ما بتنزل تصور، لا احنا بنقعد قدام الكمبيوتر. ده الشوتنج بتاعنا. هو كمخرج، انا كمخرج مثلا شغال معاك على بروجكت، بقول لك انا عايز الزاويه واسعه بدرون مش عارف ايه وفي عربيه ماشيه، انت بقى ترسم بخيالك هي ماشيه في، يعني عرفنا ان هي في صحراء مثلا، فانت هتقول بقى ان الشمس تكون طالعه ساعه التوقيت اللي مش عارف الفلاني في كذا من الفريم، ويكون الرمل شكله مش عارف عامل ازاي او يتحرك ازاي. يعني تقعد اللي انت بتحضره ممكن تكتبه ورق دلوقتي، لا انت بتكتبه وبيطلع لك في الكمبيوتر جاهز. ما نزلناش بقى صورنا وبريك وفرهطه وعربيات وصحراء ومولد وقصه، ما عملناش كل الكلام ده. فاكيد اللي مش هيعرف يعمل ده هيقعد في البيت. فانت حاسس ان هو هيقعد قد ايه في البيت من السوق في مصر لو ده حصل؟ لا لو حصل هيقعد كتير، بس لو وصل لان هو يبقى اكيوريت زي التصوير بالظبط، ومش مفيهوش احساس ان هو ان في حاجه معموله. اعتقد بالمنطق يعني هي حاجه طالعه بقالها سنه ونص سنتين وواصله للليفل ده. اديها 5 سنين. طب ايه هنعمل شيفت كارير ولا ايه؟ اديها 5 سنين زي يعني تخيل معايا كده اول موبايل طلع بزراير وحقير وانتنه نص متر فدلوقتي فجأة بقى الموبايل ممكن يبقى هنا في الساعة. ممكن اتكلم واعمل كل حاجه وشات فحاسس ان هو لا هو هيزق الدنيا اسرع في حاجات كتير. يعني الحاجات اللي انا بقعد ابعتها لك على الواتساب، الويب سايتس اللي بتحرك حاجات ومش عارف ايه وبتشيل اليمنتس فحاسس ان هو جزء هو دخل اكتر في شغلنا مع الناس اللي هي بتاعه الفي اف اكس. حاسس كده ما هو هيختصر وقت ومجهود كبير جدا وفلوس. انا بالنسبه لي بقى حاسس ان هي من ناحيه كمخرج هي عامله ازاي، زي ما انت قلت هي تول، يعني اداه انا هستخدمها ازاي. بس هي حاسس ان هي هتقضي على جزء كبير قوي من فكره ان انت كمخرج لازم تاخد قرار، والقرار ده مهم لانه هو بيأثر في حاجات كتير، فلازم تدرس القرار ده قوي. لا يعني احنا هنجرب بقى. فبقى اي حد ممكن يبقى مخرج. يعني انت عايز تخرج، انت محتاج ايه؟ وصلة نت حلوة وكمبيوتر لذيذ
وخلاص. ممكن بقى تقعد تجرب اسبوع لحد ما شوت يظبط صح. انما تخيل لو بتعمل ده في تصوير، هل ينفع اجيبك كمدير تصوير وايه ده يلا نصور وبتاع وفي الناس وننزل نجرب؟ اقول لك تعالى ناخدها مره من هنا لا مش حلوه، تعالى نجرب من هنا لا مش حلوه. لا، فكره ان في ناس بتعمل كده بجد يعني في الحقيقه، بس ده مش صح. بس هي لا، انا عادي هقعد اجرب يا باشا، هكتب البتاع. الستوري تيلينج نفسه بقى مختلف يعني. حاسس ان هو هيدخل شويه في الجزء ده، ان هو كمشاهد ممكن يبتدي يخرج الفيلم بتاعه. يعني ان انا ممكن اعمل الفيلم باربع قصص، وكل واحد انت مثلا تخش على نتفليكس تختار الفيلم، فهو بيعرف انت بتحب ايه ويحكي لك الفيلم بالطريقه دي. بتحب الحاجات اللي مش عارف ايه هي نتفليكس اوريدي عامله حاجه شبه كده في مسلسل مش فاكر كان، بس مش اي اي يعني، مش جنريتد، مش اي اي، بس هو انت كمسلسل دي فكرته. انت بتختار القرار بالزبط. اللي هيتاخد وبناء عليه بيكمل لك السيناريو زي ما انت عايز. يعني هو موضوع ليميتد ومتصور تصوير حقيقي يعني. هي الفكره الصناع بس عملوه بطريقه حلوه، طريقه كاتشي يعني. بس ده لما يدخل فيه الاي اي بقى، يعني تخيل ده اتنفذ بالاي اي تعمل كل حاجه. وبعدين ممكن تخيل مثلا انت ايه اكتر مسلسل اجنبي بتحبه؟ بريكنج باد. بكل سهوله ممكن احط عادل امام البطل، يلا بقى وريني هتعمل ايه، واستاذه يسرا، وهيطلع حلو، هتفرج وهبقى مبسوط، وفي افيهات هتضحكني اكتر وبتاع. ليه؟ هيجنريت الوش حلو، هيجنريت الصوت حلو، اتباعت. انت متخيل الهبل؟ فحاسس الموضوع بقى مفتوح، هيقعد ناس برضو في البيت في شغلانتي كمخرج. يا لهوي. طيب انت دلوقتي واحنا حاليا قبل ما الموضوع يتطور لحد ان احنا نقدر نعتمد عليه اعتماد كلي، انت ازاي بتستفيد منه في شغلك حاليا، وازاي وفر لك وقت ومجهود عن حاجات انت كنت بتعملها بايدك قبل كده؟ كتير بقى يعني. مثلا انا استفدت ازاي من الاي اي؟ اولا حته الشات جي بي تي، وقصه ان انت تشات مع حد يبرين ستورم معاك. انا كنت الاول بعملها مع بني ادمين، وكان في حلقه عاملها على اليوتيوب كده ببرين ستورم مع، كنت بكلم بقى محمود وعبد الرحمن ومش عارف مين، واقعد اخش في مكالمات عشان هم يقولوا لي حاجات. مش شرط يقول لي حاجه مفيده، بس هو بينعكش جوه افكاري، فبتطلع حاجات حلوه. فبقى بكل سهوله دلوقتي ما كلمش اي حد، اقوم فاتح شات جي بي تي واقعد ارغي معاه في اي حاجه، هو يرد عليا رد اهبل، الاقي من الرد الاهبل ده ممكن تيجي حاجه مختلفه خالص. وده اللي الناس مش فاهماه، هو مش هيديك الفكره، بس هو عامل شبه ورشه الكتابه كده، هيفتح لك خيال. يعني ورشه الكتابه مش كل الناس بتقعد تكتب، لا هو بيبقى في حد مسؤول عن الكتابه، بس الورشه ده بيضيف حاجه وده بيضيف حاجة، فبتطلع شويه افكار. مش شرط كل حد قال فكره بتتكتب زي ما هي، لا بس في الاخر بيطلع من الورشه دي حاجه هي نفس الفكره بالظبط. بقعد اتكلم مع شات جي بي تي بيطلع لي افكار بنت لذينه. ماشي. ايه غيره؟ الجزء الحاجات الروتينيه يعني. انا مثلا عايز اعمل ريسيرش، فانا الاول كنت بعمل ايه؟ اخش بقى على جوجل واخش على مش عارف ويب سايتس ومش عارف، واقعد اتعب جدا في الريسيرش. دلوقتي مفيش الكلام ده خالص. شات جي بي تي انا بعمل فيلم عن 1 2 3 وعايز ريسيرش، واديني مصادر واقول لي في ريفرنسز ومش عارف ايه وبتاع وحاجات شبه كده. يوم هو عامل لي بريف، هو كمساعد شخصي كده. يعني انا احيانا كتير بيبقى افكاري مش مترتبه، والحاجات اللي انا بقولها دي عموما اي حد ممكن يعملها، مش شرط كمخرج يعني. انا بتبقى افكاري مش مترتبه بقى، مثلا عايز اعمل حاجه هنا واعمل حاجه هنا واعمل حاجه هنا واعمل حاجه هنا، واولوياتي 1 2 3. بس عايز اقعد بقى القعده اللي هي عارف تحط حاجاتك على الورق كده وبعدين ترتب الاولويات بقى بكل سهوله، بقولها صوت. انا عايز اعمل 1 2 3 4، واولوياتي مثلا ان ماديا تبقى قراراتي بالنسبه للجانب المادي، هيقول لي تك 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 خلاص. حاسس نفسي بقى، اللي نفسي بجد يحصل في الحته دي، ان هو يعرف ياخد لك قرارات في اشياء، بمعنى يبقى زي مساعد شخصي فعلا. انا ولو وصل في للليفل ده يعني، اقول له شات جي بي تي انا الاسبوع ده في كلاينت كلمني فلاني وفي كذا وفي مش عارف ايه وحاجات عائليه مش عارف كذا وبتاع، انت بقى عايزك تفكرني قبل كل حاجه من دول بيومين، تفكرني ب1 2 3 في كل حاجه بس. وسبته بقى الاقيه بيكلمني على التليفون قبلها بيومين مثلا. طيب ايه غير كده بخصوص الاخراج تحديدا؟ حته بقى زي ما قلت لك في الجزء بتاع انت كمدير تصوير، ان انت ممكن تجنريت صوره كامله. بحس ان هو في اجزاء ابتدينا ممكن ما نحتاجش ان احنا نصورها، زي مثلا لو احنا بنعمل اعلان لمنتج شامبو شعر، فكنا الاول بنعمل ايه؟ الشامبو من البرودكت لازم يتحط مش عارف ايه، وحد بيعمل له سيت اب مجهز وبتاع ونور معين. لا انا بقيت ممكن اصور البتاع بالموبايل، صوره بالموبايل، وابلود واوصف له، وعمل لي الصوره دي. ودلوقتي بتطلع زي الحقيقه بالظبط، اللي هو الاند شوت اللي بيبقى في الاعلانات ده، اللي بيتكتب عليه شامبو مش عارف ايه ضد القشره مش عارف كذا، ده بيطلع حقيقي جدا دلوقتي. فبقيت ان انا ممكن بكل سهوله وانا بجدول يوم تصويري اقول ايه ده، لا مش عايزين نصور ده، هنعمله ايه. جزء تاني برضو الحاجات اللي هي ليها علاقه بالدرون شوتس،
مش عندنا قوي. بس لو انت مثلا عايز درون شوت لمنظر طبيعي مش عارف ايه حاجات ما فيهاش ديتيلز، عشان لسه الاي اي مش قوي قوي في الحاجات اللي هي بني ادمين ما بيطلعش حقيقيه 100% يعني. ده برضه انا شايف هو وصل لها من بدري، من اول ما طلع اصلا. والدرون شوتس دي صباح الفل. اعتقد دلوقتي عشان اروح ادفع واصور الاهرامات واخد درون شوت، طب ما انا اكتب لاي ويب سايت اي اي وهيطلع لي الشوت اللي انا عايزه وفي التوقيت اللي انا عايزه. هو الشخص اللي مش هيستخدم الاي اي فهو يبقى شبه الشخص اللي في زماننا بس معاه تليفون بزراير. كل الاوبشنز بقى اللي بره التليفون بزراير مش هتبقى معاه، بس عادي ممكن يشتغل عادي. بداية لما بيجي لك حد مكالمة، انت عندنا اعلان معين وعايزين نقعد نتكلم معاك فيه، حلو. وبتاخد اللوج لاين البسيط اللي انت هتبدا تشتغل عليه لو انت كمان هتبدا بالكرياتيف. ماشي. ايه المراحل اللي انت بتعملها علشان اصلا تجيب فكره والفكره تبقى كاتشي وجديده؟ بتجيب الافكار عامه منين؟ بص، هي الافكار دي انا كنت عامل حلقه على اليوتيوب فمش عايز اعيد نفس الكلام تاني، بس هو كنت حاطط اسلوبي. هو مفيش حاجه بتبقى معينه يعني، بس هو اسلوبي ان انا بحاول يعني اخد افكار من كل حاجه حواليا. وغالبا بعمل ده مش في التوقيت اللي انا محتاج فيه فكره، يعني بيبقى في التوقيت العادي انا وانت قاعدين مثلا دلوقتي وحد قال افيه عجبني قوي، او كلمه غريبه، حد مثلا من الارياف وبتاع قاعد معانا وقال كلمه غريبه، ايه ده، بقوم كاتبها على الموبايل في نوت كده. فوقت ما بحتاج ان انا اشتغل على حاجه بقى بقوم راجع للنوتة دي واجيب منها كل الافكار اللي هي لايقه على البروجكت ده. بتبدا شغل ازاي؟ انت كمخرج بيبقى معاك بريف ده هو بيبقى كل المعلومات اللي بيوفرونها لك على المنتج، على الشركه اللي بتعمل المنتج، على هم بيتارجتوا مين، بيدوا لك بريف عن كل التفاصيل اللي هم بالنسبه لهم مهمه وعايزين يشتغلوا عليها يعني. انت بتاخد البريف ده بقى وبتشوف هتحكيها ازاي. يعني انا دوري كمخرج ان انا احكيها بأنهي اسلوب بقى. طب هي فيها نجم ولا لا، هم مرشحين نجم معين او هم ماضيين مع نجم معين، ولا انا هختار ممكن اقول انا عايز النجم الفلاني هيبقى لايق قوي على الفكره الفلانيه. عاده باخد مثلا من اسبوع ل10 ايام، ده البيست كيس سيناريو يعني، بس ساعات بتعمل ده في يوم يومين يعني. تقعد بقى تتخيل عن كل حاجه، تقعد تشوف ريفرنسز، تغذيه بصريه عن الحاجه اللي انت متخيلها، وبتقعد تاخد كل ده وتعمل تريتمنت. هي التريتمنت برضه انا لسه عامل عنها حلقه كده على اليوتيوب، فعشان ما عيدش الكلام هي هتخش تعرف كل التفاصيل بتاعه التريتمنت دي. فالتريتمنت دي هي بقى الشغلانه كلها بالنسبه لي كمخرج. يعني انا عملت التريتمنت دي قلبي يطمن ببقى مستني بقى ان هو ايه، يلا يا جماعه كله يشوف شغله، كله شاف شغله صح على التريتمنت دي. بجد انا كمخرج ببقى خلاص الشغلانه 99% منها بالنسبه لي مش حاجه. يبقى بقى احل مشاكل في اللوكيشن، مش عارف ايه حصل، حد اتاخر مش عارف كذا، تعال نرحل ايه مكان ايه في مش عارف كذا، الكلاينت عنده مش عارف كومنت في حاجه، بتقعد بقى تحل مشاكل كده. ده من ساعه بقى ما بتخلص تريتمنت لحد البوست، هي بتبقى كلها اضافات على التريتمنت. لان التريتمنت دي انت بتبعتها هم خلاص الكلاينت انبسط بيها، خلاص اشترى البيع يعني. ماشي. بس بص، اي حد مبتدئ بيبقى مفكر ان الكاميرا اهم جزء في الشغلانه. كام في المية يعني الكاميرا دي كام في المية من الشغلانه لو هتديها نسبه كده؟ وليه؟ ممكن تبقى مثلا 30-40%. انا بشوف الاهم حاجه في الصوره، في الناتج النهائي لشكل الصوره، هو بره الكاميرا خالص، هو الارت دايركشن. لو في مهندس ديكور شاطر وفي ديكور كويس ومدير التصوير مش قوي قوي، ستيل هو هيطلع صوره حلوه. على العكس لو مفيش ديكور وجبنا اعظم مدير تصوير في الدنيا وقلنا له اعمل لنا صوره جميله، سواء بقى دراميا او سواء جميله فيجوالي او سواء ايا كان، هو مش هيقدر يعمل ده. فانا بشوف ان الديكور، الستايلينج، اختيار الممثلين اصلا وشوش الممثلين، الميك اب، الاضاءه، في حاجات كتيره قبل ما مدير التصوير يبدا يشتغل هي بتاثر في الصوره قبل ما هو يبدا يحط اي تاتش. يعني اعتقد الترتيب اللي انت قلته ده هو الترتيب المهم في الاقل اهميه. بالظبط، صح كده؟ بالظبط. بالنسبه لشغل مدير التصوير بتبقى اهم حاجه في وجهه نظري هي الاضاءه اكتر من الكاميرا، بدليل ان في ناس كتيره دلوقتي بتصور بايفون او بتصور بموبايلات. يمكن انا وانت اختلفنا الموضوع ده في فتره. بتبقى تقريبا 70% من جمال الصوره او الحاجه اللي هو عايز يحققها بتبقى الاضاءه، توزيع الاضاءه، اختياره للنسب، اختياره للالوان، اختياره لكل حاجه تخص الاضاءه. يجي بعدها اختيار عدسه، حاجات تانية بقى كتيره من ضمنها اختيار الكاميرا. بس الكاميرا هي مش حاجه اساسيه خالص، هي تول، ويمكن من اقل التولز اللي ممكن تبقى بتاثر في شكل الكاميرا. احنا كمان لو جبنا كاميرا كويسه جدا بس الكالرست اللي هيلون مش شاطر كفايه، شكرا، ولا كأننا عملنا اي حاجه. فانا بشوف الكاميرا هي اقل حاجه مهمه. ايه السبيكس اللي بالنسبه لك اللي لو موجوده في كاميرا تبقى هي دي اكسبتبل لمعظم المشاهير؟ يعني يكون الدايناميك رينج كبير نوعا ما يبقاش مقيدني، يعني 12 14 ستوب حاجه كده اللي هو موجود في اقل كاميرا دلوقتي. بس فبحيث ان انا ابقى مش متقيد في الدايناميك رينج.
انا شخص ببقى محتاج فول سكالر في الكاميرا، ففي كاميرات مبقاش فيها فول سكالر بتبقى بالنسبه لي مأزماني شويه. انا بعتمد على المونيتور بتاع الكاميرا، ده بالنسبه لي بيبقى اكتر مونيتور المفروض بحس ان هو اكيوريت للالوان وللصوره اللي طالعه. فبفضل لو في كاميرا المونيتور بتاعها نفسه كبير نوعا ما، او لو هجيب مونيتور فهيبقى ساعتها لازم اجيب مونيتور كويس. فلو حاجه لو بادجت هتبقى ممكن ده مشكله، مش عارف. حته الايزو بقى والنويز والكلام ده وهاي ايزو مش عارف ايه لا تمام، يعني بعرف اتعامل حتى لو النيتيف ايزو قليل عشان اتنور في بعرف انا بعرف انور ان الدنيا تبقى within الدايناميك رينج. فعادي مش محتاج ان انا اقرص على الايزو عشان خاطر الصوره تبان، فاضطر ان انا اعلى والاقي نفسي في نويز لان في شادوز الكاميرا مش قاريه فيها اي ديتيلز خالص، فالصوره بايظه. طيب في نقطه انا وانت مختلفين فيها كده بقالنا حبه حلوين. انا مقتنع 100% ان انت عادي تقدر تصور حاجه بالموبايل بايفون، تصور كواليتي برورس مش عارف ايه لوج، تركب عدسات بس الموضوع طبعا شكله ايه كده كيوت كده. انت كمدير تصوير بحس شويه بصراحه يعني الايجو بتاع مديرين التصوير وفكره ان في الاخر بنصور بالموبايل، الموضوع حاسس شكله وحش. يعني حاسس ان معظم مديرين التصوير واخدينها من الحته ده او من وجهه النظر دي. وعايز احكي على سيتويشن كده. انا كنت في سيتويشن ان انا كان عندي تصوير في اماكن محتاجه تصاريح، فالبرودكشن ما قدرش ان احنا نوفر تصاريح. طيب هنعمل ايه؟ اكيد مش هندفع الارقام الكبيره دي ومش هنلغي بروجكت، الشغلانه مش هتقف. يا جماعه يلا نصور بالموبايل. وصورنا بالموبايل لان كان بصور خارجي، الشمس موجوده منوره الدنيا حلو، في تفاصيل مش عارف ايه بتاع، مش محتاج حاجه تخليني لازم اروح للكاميرا يعني. فصورت بالموبايل والكامبين مشيت. هل في فرق ما بينها وما بين ان انا اصور بالكاميرا؟ 100% اكيد في فرق، تمام. بس في الاخر هو سيتويشن لحاجه معينه، فصورت بالموبايل فالشغلانه تمت، فيلا نجحنا وانبسطنا وحاجه كده. فانا مقتنع عشان كده ان هو لا ينفع في حاجات معينه. لو خلاص ان هو ايه في بروجكت هيقع هيموت هيترمي في الدرج والموبايل هيحييه، فلا هو واصل لليفل ان الكواليتي بتاعته اكسبتابل ان هي تحييه ويبقى كويس لمعظم الناس المشاهدين، خصوصا الناس اللي ما بتركزش في كواليتي الصوره او حاجه شبه كده. انت بقى شايف العكس ليه؟ مش شايف العكس، هو تاثير نفسي اكتر ما هو تاثير يعني انت بتحس ان انت الرج بتاع الموضوع ده مش اللي احنا عارفين متعودين تشتغل بيه. انت متعود ان انت تبقى فيه كاميرا وفيه مونيتور وفيه فلاتر بتحطها بشكل معين، انت فجاه بتلاقي السيت اب شكله بقى مختلف تماما، وبتحس ان انت متأيد في الكنترول اللي انت بتتحكم بيه في الكاميرا. تحس ان انت معكش المساحه الكافيه مثلا من فتحه عدسه، معكش المساحه الكافيه، مش بتحس ان الموضوع ممكن يطلع. انا بحس ان انا الموضوع مش هيبقى اكيرت قوي. يعني انا لما اظبط مثلا فتحه 2.8 عليه، هو دي مش نفس الفتحه 2.8 اللي انا متعود عليها. فالموضوع محتاج ان انا اقعد انا وهو كده نفهم بعض الاول ونتناقش عشان خاطر نعرف احنا الموضوع ماشي ازاي. فهو تعود بلس ان انا بشوف ان دلوقتي ايا كان حجم البرودكشن انا سهل ان انا اجيب اقل كاميرا في الدنيا، بس مش سهل تاخد تصريح في اماكن باي كاميرا. دي نقطه بقى عايزين نتكلم فيها المسؤولين ان هم يسهلوا لنا التصريح شويه. اقول لك انا شايف الموبايل هو تشبيه بالظبط شبه الجوبرو. ايفون بجد هو بالظبط شبه الجوبرو، مش ايفون تحديدا يعني، بس هو ككواليتي عشان بتدي برورس بالنسبه لي ده اوبشن هو مبسوط، انا مبسوط منه يعني، ولوج فتمام. بس هو بجد شبه الجوبرو. انا فاكر انت وريتني شوت كنت مصوره تحت المايه بجوبرو فشيخ يعني، فاهم؟ ما قلناش ايه ده، هو ليه مش بقري او ليه بريد او ليه ببلاك ماجيك. فحس ان هو شبه كده بالظبط، هو ليه سيتويشن بتاعه. بدل ما اصور بجوبرو صغيره وبتاع، لا ايه ده، طب معايا سكرين كبيره شويه بتاعه وفيها اوبشنز كتير، وممكن اصلا اصور واديت وببلش من نفس الحاجه اساسا بقى، فاهم؟ فتمام بقت موجوده وبتحصل. يعني انت تقريبا متفق معايا ان هي طول، بس نفسيا انت حاسس ان هي كأنك حد بيسوق عربية فشيخة وجبتك تسوق 128 وبقول لك يلا روح مشوار، ما هي بتودينا مشوار يا عم، فانت قافش عشان مش عايز تركب 128 بالظبط. ماشي يا عم.